انت دلوقتي بتسحب شاشة موبايلك يمين أو شمال، صورة، اسم، عمر وسطر بايو مكتوب بسرعة ثانيتين، وبتاخد قرار عمره آلاف السنين. بس الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير. عقلك مش بيختار شريك حياة، عقلك بيدور على حاجة تانية خالص، حاجة اتزرعت جواه من زمن ما كانش فيه شاشات ولا حتى مراية. من زمن كان أجدادك بيقفوا في وسط سهل مفتوح، من غير حماية، من غير أسلحة، من غير حتى بيت يرجعوا له. خلينا نرجع بعيد، مش لعصر النهضة ولا للحضارة الفرعونية، أبعد من كده بكتير، حوالي 1.5 مليون سنة للورا، لما جدادك الأوائل كانوا لسه بيتعلموا يمشوا على رجلين بس. جسم زي ده واقف على رجلين محتاج شريك يقدر يعتمد عليه، مش عشان الرومانسية، عشان البقاء. الباحثة الأنثروبولوجية هيلين فيشر من جامعة راتجرز قضت عقود في دراسة إيه اللي بيحصل في دماغ الإنسان لما بيحب. لقت إن نظام الانجذاب مش حاجة واحدة، دي 3 أنظمة منفصلة في دماغك: الرغبة الجنسية، الانجذاب الرومانسي، والتعلق طويل المدى. 3 اتطوروا في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة تماماً. ليه دماغك محتاج 3 أنظمة منفصلة بس عشان تحب حد؟ لأن كل نظام كان بيحل مشكلة مختلفة عند أجدادك. الرغبة كانت بتخليهم يقربوا من بعض أصلاً. الانجذاب الرومانسي كان بيخليهم يركزوا على شريك واحد بالذات، مش يضيعوا وقت وطاقة على الكل. والتعلق طويل المدى ده كان أهم حاجة، ده اللي كان بيخلي أب وأم يقعدوا مع بعض سنين مش شهور. وليه السنين مهمة قوي هنا؟ عشان طفل بشري بيولد عاجز تماماً مقارنة بأي حيوان تاني على الكوكب. طفلك بياخد وقت طويل جدا عشان يقدر يمشي، ياكل لوحده، يعتمد على نفسه. مخ الإنسان كبير قوي، وعشان يخرج من الحوض من غير ما يقتل الأم لازم يخرج وهو لسه ناقص التطور. يعني طفل بشري بيحتاج سنين طويلة من الرعاية المكثفة. وهنا بيجي سؤال أهم: مين كان بيربي الطفل ده؟ الإجابة اللي كنا متخيلينها زمان كانت بسيطة: أب واحد وأم واحدة، عيلة صغيرة زي اللي بنشوفه دلوقتي. بس الباحثة سارة بلافر هاردي، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا، جابت دليل مختلف تماماً. في أبحاثها عن التربية التعاونية وضحت إن الأمهات الأوائل ما كانش عندهم القدرة يربوا طفل لوحدهم، كانوا محتاجين شبكة كاملة: جدات، أخوات، أعمام، وأحياناً حتى رجالة مش أباء بالدم. كل الجماعة كانت بتشارك في التربية. يعني اختيار شريك الحياة زمان ما كانش بس عن الحب أو الانجذاب، كان عن مين هيقدر يبني حواليك شبكة دعم كاملة. طيب إزاي كان بيحصل الاختيار فعلياً؟ هنا بيجي واحد من أشهر الأبحاث في تاريخ علم النفس التطوري. سنة 89 و900 و1000 الباحث ديفيد باس من جامعة تكساس عمل دراسة ضخمة على 37 ثقافة مختلفة حول العالم، من أستراليا لزامبيا، من الصين لفرنسا. سأل الناس إيه اللي بتدوروا عليه في شريك الحياة؟ النتيجة كانت مفاجئة. رغم اختلاف الثقافات بشكل جذري، لقى أنماط متكررة في كل مكان تقريباً. الرجال بشكل عام كانوا بيقيموا علامات الشباب والصحة الجسدية بشكل أعلى. الستات بشكل عام كانوا بيقيموا القدرة على توفير الموارد والاستقرار بشكل أعلى، مش عشان دول أفضل من غيرهم، عشان كل واحد كان بيدور على حاجة مختلفة عشان يضمن بقاء أولاده. بس ليه الاختلاف ده أصلاً؟ فكر في الموضوع من ناحية بيولوجية بحتة. الأنثى بتستثمر وقت وجهد هائل في كل طفل، 9 شهور حمل، بعدين سنين رضاعة ورعاية. الذكر ممكن نظرياً يستثمر أقل بكتير، فلما كانت الأنثى بتختار شريك كانت بتدور على حد يقدر يعوض الفجوة دي، حد يجيب طعام، يحمي، يفضل موجود. ولما كان الذكر بيختار كان بيدور على علامات بتدله إن الأنثى دي قادرة تحمل وتربي طفل سليم. بس في حاجة تانية غريبة حصلت في الأبحاث دي: مش كل الثقافات اتفقت على كل حاجة. في بعض المجتمعات الذكاء كان أهم من الجمال، في تانية الفكاهة كانت في قمة القائمة. يعني ما فيش صيغة واحدة ثابتة لاختيار الشريك. الظروف البيئية والاجتماعية كانت بتشكل الاختيار بشكل مباشر. طيب لو كل ده صح، ليه لسه بنحس بالحب كأنه حاجة سحرية مش قابلة للتفسير؟ لأن دماغك مصمم كده بالظبط. لو كنت حاسس إن الانجذاب ده مجرد حسابات بيولوجية باردة ما كنتش هتلتزم. الشعور بالحب، بالوله، بالفقدان لما الشريك يبعد، كل ده كان الأداة اللي بتخلي الالتزام يستمر لسنين طويلة مش أسابيع. المشاعر مش عكس المنطق التطوري، المشاعر هي الأداة اللي المنطق التطوري يستخدمها. وهنا بيجي الانعكاس الحقيقي في القصة.
لما تفتح تطبيق مواعدة دلوقتي انت مش بتعمل حاجة جديدة، انت بتعمل بالظبط نفس اللي جدك كان بيعمله وهو واقف في وسط السهل بيقيم الشخص اللي قدامه. الشاشة تغيرت، الخوارزمية اتغيرت، لكن الحاجات اللي دماغك بيدور عليها ثابتة تقريبا زي ما هي. فلما بتنجذب لحد عنده ابتسامة معينة أو صوت معين أو طريقة معينة في الكلام، مش صدفة، دي إشارات كان دماغ أجدادك اتعلم يقراها على مدار مليون سنة. صحة، استقرار، أمان، قدرة على الاستمرار. بس الفرق الكبير بينك وبين أجدادك، هم كانوا محتاجين القرية كلها عشان يربوا طفل واحد. انت دلوقتي في كتير من المجتمعات الحديثة بتحاول تعمل نفس الدور اللي كانت قبيلة كاملة بتعمله لوحدك أو مع شريك واحد بس. وده ممكن يفسر ليه الحياة الحديثة بتحس تقيلة أحيانا، حتى لو كل حاجة موجودة على الورق، الوظيفة، البيت، الشريك، لأن جسمك ودماغك اتصمموا لمنظومة دعم أوسع بكتير من اللي عندك دلوقتي. فمرة جاية لما تحس إنك محتاج مساعدة أو محتاج حد يقف جنبك، افتكر إن ده مش ضعف، ده صدى من مليون سنة من تاريخ بشري بني كله على فكرة إن محدش المفروض يواجه الحياة لوحده. فآخر مرة سحبت فيها شاشة الموبايل يمين أو شمال فتكرت إنك بتاخد قرار عصري بسيط، بس الحقيقة إنك كنت بتشغل نظام عمره 1.5 مليون سنة، اتصمم في زمن كان البقاء فيه معلق على اختيار صح.